طبعا أشرح لنا بلش. طبعا الحال اللي عم نمر فيه يعني هو إجمالا لا يكون جزء من حياة الصحابة الكرام ولا حياة الأنبياء، لكن حال مأساوي جدا، وحال يعني حتى وصلت إلى مرحلة يعني ابني الصغير يأتي ويقول بابا نح، يعني بمعنى الأكلات، فيريد إن كان يعني بسكويتة، إن كان بطاطا أو أي شيء. هذه كانت أصعب لحظة، أصعب لحظة إنه الابن يطلب من يعني أبيه شيء وما يستطيع يلبيه. ويعني حتى التدفئة نحن صارت عندنا حلم صراحة، وحتى الخبز صار حلم. ديون تراكمت شيء 400 500 دولار ديون، وصار يعني شاطر إذا طلبنا منه يعني دين جديد فيقول يا أخي سدد القديم حتى أعطيك جديد. حتى الناس بدأت تراسل، يعني بعضهم هدد في السجن والله المشتكى. الحال أصبح مأساوي بكل معنى الكلمة، يعني الباب المنزل البيت ما في لا شباك ولا باب، بل كله حرامات وبرادي ونيل وهيك شيء. اي نعم صراحة البيت على العظم جدا برد، يعني نعاني من البرد. اي نعم. وانا عندي ديسك وعندي غضروف وعندي ضيق في التنفس وعندي كولون وعندي امراض جلدية، والحمد لله على كل حال دائما وابدا. فالبرد يعني والامراض العصبية اعداء. حتى من ايام يسيرة كنت في مشفى العظمية في رباط، فالدكتور قال ربما على شدة الشتاء اما يعني تستعمل الكرسي وما اشبه ذلك، يعني ما تصير تمشي ابدا، واما تستعمل العمليه وما انصحك فيها. فصراحه حتى الدواء اللي كتب لي الدكتور يعني في الزور حتى استطعت انه ادينه من الصيدلي. فالوضع جدا مأساوي. انا سبحان الله نريد هيك يعني الامه الان تعيش حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما اخرج الامام مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إخواني، إن لم نتكاتف الآن ونتعاون ونكون يد واحدة نشعر ببعضنا البعض. النبي صلى الله عليه وسلم يبين أيضا، وإن كان في الحديث ضعف: من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. نحن نحتاج يا إخواني، والله مو لي نفسي، والله لا أريد أن أكون غنيا ولا أريد أن أكون صاحب يعني قصور وفلات وسيارات وأموال، لا وربي، بل أريد أن أكشف هذه الكربة التي أعيشها. أريد أن أطعم أولادي وزوجتي الذين هم مسؤوليتي يعني وأمانتي، بارك الله فيكم. لذلك أناشدكم أحر المناشدة، أناشدكم بكل ما تعنيه الكلمة حرفيا أن كونوا عونا لي وسندا. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين: والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. فلا تخذلونا بارك الله فيكم، كونوا معنا في الشتاء قارس والبرد شديد والجو لله المشتكى وكلكم تعلمون. تخيل يا رعاك الله تدخل للسمان فتطرد، تدخل لتأخذ شيء فتمنع، فالله المستعان. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك يا رب. أسأل الله تعالى أن يفرج عن أخينا، أسأل الله تعالى أن يفرج عن أخينا بإذن الله تعالى. يعني في ناس يعني تبذل الخير بإذن الله تعالى، والناس هذه التي تشاهد بإذن الله تعالى ستفرج عنك ما أنت فيه بإذن الله تعالى. طبعا يا أخوة، نحن جئنا إلى أخينا وبالفعل كما قال دون نوافذ ودون أبواب ودون تدفئة، والبيت سبحان الله يعني تفاجأنا لما دخلنا. ففرجوا عن أخيكم، أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يفرج عنكم بإذن الله تعالى. هذا والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.